ما أشيع عن وجود قصة حب بينك وبين الفنانة ناهد شريف في الوقت ده؟ طب ليه ما استمرتش؟ أنا كنت متجوز وعندي ابني، وكان صعب قوي قوي إن أنا أفكر أتجوز يعني، ولكن إحنا كنا متجوزين عرفي، وده كان العرف ده أيامها يعني ورقة وكتب كده وخلاص. لكن جواز رسمي وإعلان وكده ما كانش مستحب بالنسبة للأسرة وكله، لكن الناس عارفة إن إحنا متجوزين. في بعضهم فاكر إن إحنا مش متجوزين، وفي ناس قالوا متجوزين. ولكن أنا أقول لك حاجة، إن ناهد يمكن يعني أعترف لك وأعترف قدام الجمهور إن من أحسن السيدات اللي أنا عرفتهم في حياتي، ولغاية دلوقتي بقرا الفاتحة لأمي وأبويا والناهد شريف. فنان كمال الشناوي، هل بتقول إنه أيام زمان كانت أحسن من النهاردة؟ امبارح أحسن من النهاردة؟ طبعا امبارح شيء تاني خالص. امبارح كان شيء يعني أيام الجميلة، وقت جميل والحياة جميلة، كان كل شيء جميل قدام الواحد. هل ده لأن زمان مرتبط بفترة شباب حضرتك، ولا لأنه فعلا حصل تدهور في الحالة فيه؟ لا وحصل تدهور كلنا حاسين بيه. يعني انت لما ترجعي لابهاتك ولا جدودنا ولا الناس اللي هم اكبر مننا ويقولوا لك عن العصر اللي هم كانوا عايشين فيه، عصر جميل، عصر ما فيهوش حقد، عصر ما فيهوش كراهيه، عصر كان فيه اهتمام بالشغل. كمال الشناوي، بنوصل مع حضرتك دلوقتي لتاني محور من محاور حوارنا، وهو اليوم. وحضرتك في حياتك الفنية اليوم قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية، يمكن نذكر منها هند والدكتور نعمان، السمان والخريف، وزينب والعرش، وغيرها العديد من الأعمال التلفزيونية. إزاي كان قرار الاتجاه للأعمال التلفزيونية؟ هو سؤال حقيقي وجيه. يعني التلفزيون عندنا في مصر بدأ سنة 61، استعان بممثلين كتير، من خصوصا ممثلين السينما، مش السينما، المسرح. سميحة أيوب وسناء جميل ومجموعة كلهم دولت، وما كانوش نجوم السينما في الوقت ده بيحبوا يشتغلوا في التلفزيون، لأن هم متصورين إن التلفزيون يعني درجة تانية عن السينما. السينما فعلا درجة أولى، التلفزيون درجة تانية. لكن حبيت إن أنا ألعب لعبة في التلفزيون بدل التمثيل. فكرت في إن أنا أعمل برنامج تلفزيوني لوحده، أعده أنا وأقدمه أنا وأشرف عليه من الألف للياء. كان برنامج اسمه صور وحكايات، وكنت أحضر الديكور وأحضر الموسيقى التصويرية وأعمل المونتاج وسعيد جدا. كنت أروح من الساعة مثلا 11 الظهر لغاية الساعة 7 أو 8 بالليل عشان أعد حلقة مدتها نص ساعة. والبرنامج عملوا عليه استفتاء بحث ميداني عن أحب البرامج للتلفزيون، طلع برنامج صور وحكايات هو أول برنامج. برضه حتى في التلفزيون لازم أبقى البطل برضه. طبعا الفتى الأول بيظل الفتى الأول. وهي دي بقى حاجة فيا يعني بصراحة ما كانش كده ما بقاش كمال الشناوي. أستاذ كمال، اسمح لي أسألك